فيديو جديد وحديث جديد عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحابة أقول لكم أن موضوع الفيديوهات أو الأحاديث دي من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. الكتاب حلو قوي على فكرة للناس اللي بتحب القراءة. كتاب دسم قوي 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 قوي. حقيقي أنصح أي حد أن هو يقرأه. انا الحقيقه ما عنديش الكتاب، انا بقراه بي دي اف، فحابه انوه برضو في الفيديو ده ان لو حد عنده كتاب وحابب ان هو يهديهوني انا بقبل هدايا جدا، يعني خصوصا النوعيه دي من الهدايا بصراحه. ولو حد يعرف كتب حلوه زي الكتاب ده يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، ونشد حيلنا شويه عشان في ابلاغات على الفيديوهات بطريقه يعني تضايق كل الناس، يعني بلاغات. يعني انا مش فاهمه ليه يتعمل بلاغ في الفيديوهات ان انا بستخدم علامه تجاريه. علامه ايه التجاريه اللي انا استخدمتها؟ يكونش طلعت بنسكافيه 3 في 1 جايز. ما علينا، احنا طبعا بنمسح البلاغات بايه؟ باللايكات، كومنتات، شير كتير. ها، اهم حاجه كومنتات كتير، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونكتب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تمام، عشان اخد الثواب وانتوا تاخدوه والفايدة تعم. وعلى فكرة بقى الفيديو النهاردة هيتكلم عن الموضوع ده. ايه بقى؟ جهاد النفس. عمرك سألت نفسك ليه أوقات كتير بنلاقي نفسنا الطاعة تقيلة والدنيا سهلة أكتر والانجذاب للشهوات أسهل؟ الطاعة والعبادة محتاجة مجهود كده، محتاجة جهد. الكلام ده بقى اتكلم فيه ابن الجوزي، بيقول ان جاذبية الطبع للدنيا كثيرة. يعني النفس بطبيعتها بتميل للحاجات اللي بتحبها وبتريحها اكتر، وده شيء طبيعي لان الانسان بيحب الراحة والمال والنجاح والاكل والشرب والفلوس ومتع الحياة اكتر. والكاتب هنا في الكتاب قال لك مثل حلو قوي، ان النفس زي الميه. الميه لو انت دلقتها من مكان لفوق لتحت بتنزل جري على طول لتحت، تجري لوحدها من غير ما حد يجي جنبها. ولكن لو احتجت ان انت ترفع الميه دي لمكان مرتفع هتحتاج منك جهد وطاقة وقوة عشان خاطر تطلع لفوق، لكن لتحت هي بتجري لوحدها لتحت. النفس برضو كده بتميل للدنيا السهلة، لكن الارتقاء بيها لطاعة أو لقرب من الله بيحتاج مجاهدة وصبر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهحكي لكم قصة الحديث ده بالعامية كده. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار بعت سيدنا جبريل، شاف الجنة فقال له ماذا وجدت؟ فقال له محدش هيسمع بيها إلا يبقى عايز يدخلها، فحفت بالمكاره. ورجع ربنا سبحانه وتعالى قال له روح بص كده عليها، فقال له أنا حفت بالمكاره، أنا خايف لحسن محدش يخشها خالص. المكاره حفت يعني اتحوطت بالمكاره، الحاجات التقيلة على نفسنا في الطاعات. فسيدنا جبريل قال انا خايف لحسن محدش يخشها خالص بالصعب ده. فقال له طب روح بص كده على النار. فبص عليها قال له وجدتها ايه؟ قال له يعني فيما معناه اللي هي فوق بعضيها كده، محدش يسمع بيها ويبقى عايزها خالص. فحفت النار بالشهوات. ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا جبريل قال له روح بص عليها بقى. فقال له انا خايف ان محدش ينجى منها من كتر ما هي الحاجات اللي حوطتها
اللي الإنسان بيحبها. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اتحوطت، يعني حفت دي اتحوطت. ربنا يكفينا شر نار، ويجعلنا يا رب من أهل الجنة. بس الجميل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ما سابناش كده. عارف ان النفس بتميل بسهولة، بس ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بالجنة وحلاوتها وقد ايه فيها نعيم. وده موجود في القرآن وموجود في الأحاديث. وإحنا يعني لو سمعنا الأحاديث وسمعنا القرآن بتدبر هنلاقي الجنة جميلة، فتستاهل التعب، تستاهل إن احنا نتعب. وربنا حذرنا برضو من النار وذكر لنا في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث ذكر لنا قد ايه وحشة بشعة. عشان كده محتاجين ان احنا نقوي ايماننا ونعين بعض بالتذكرة على مجاهدة النفس. انا مش بتكلم ان انا ملاك على فكرة، انا زيكم بجاهد نفسي، ويمكن في طاعات كتير قوي فايتاني. يا رب يقربني ويحببني في طاعته ونجاهد نفسنا. عشان كده بقولكم ما تستغربوش لو لقيت يعني لو لقيتوا نفسكم بتجاهدوا عشان تلتزموا بالطاعة. ما تستغربش لو لقيت قيام الليل محتاج مجهود وطاقة ويا ربي بقى هصحى ولسه عندي شغل الصبح محتاج مجهود. الجنة محتاجة مجهود، الجنة مش بستاهل. ما تستغربش لو لقيت مقاومة الذنب صعبة، وفي ذنوب على فكرة عبيطة بس بتبقى محتاجة مقاومة مننا. أبسطها وهي بسيطة وفي نفس الوقت كارثة، النميمة. ان احنا نبقى قاعدين في قاعدة كده ونجيب سيرة فلانة وعلانة ودي قاعدة بقى الستات اللي بتحبها. انك تتكلم عن حد في ظهره سهلة قوي، ذنب سهل ما بياخدش مننا اي مجهود. ولكن الجهاد بقى في ان احنا نقفل بقنا ونبطل نجيب سيرة الناس. شفتوا الذنب سهل ازاي؟ دي طبيعة المعركة بين النفس والهوى والإيمان. لكن كل مرة بنختار فيها رضا ربنا احنا بنكسب خطوة جديدة للجنة، ودي تستاهل قوي. زي الطفل اللي في المدرسة كده ما بيبقاش حابب المذاكرة والمدرسة، ويو بقى يو هصحى بدي اروح المدرسة، يو بقى هقعد احفظ، يو هقعد اكتب الواجب. احنا برضو زي الاطفال دي بالظبط، بس فرحتنا بقى في نهاية السنة بالنتيجة هي بقى دي اللي تستاهل التعب. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيننا على أنفسنا ويثبت قلوبنا يا رب على طاعته. اللهم ثبتنا على الإيمان. وختاما للفيديو، جهاد النفس قد يكون صعبا اليوم، ولكن الطريق إلى راحة لا تنتهي في الآخرة. ودي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة. وانتظروني في فيديوهات جديدة. أتمنى اشتراك، لايك، كومنتات كتير، شير كتير، عشان الإبلاغات كتير برضو. أشوفكم على خير.